اهلا بيكم كلكم في الحلقه 2 من حلقات جنسيه تونجا. وقفنا المره اللي فاتت عند دخولنا للجوازات وان الراجل جاي يقول لنا القرار، بدنا نبطلوا تصوير، ولكن الموضوع ان احنا عدينا بسلام وامان. اجمد استعداد يعني اجمل استقبال لينا في تونجا يا رجاله. احنا مش سايبين نفسنا ولا اوغندا. الشعب التونجي بجد من اول لحظه اثبت لي انه شعب غير معقد، شعب طيب جدا جدا جدا. هحكي لكم اول ما ادخل العربيه ايه اللي حصل لنا في الجوازات، ولكن كمان لقينا راجل بيقول لنا تعالوا نوصلكم للمكان اللي انتوا عايزينه ببلاش. اول حاجه بالصلاه على النبي كده احنا وصلنا تونجا الحمد لله سبحانه وتعالى. تاني حاجه احنا لقوا ان معناش فلوس في المطار، فلوس تونجي اكيد ما عندناش في مصر فلوس تونجي احنا، فقالوا لنا خلاص عدوا مش مشكله مش هتدفعوا ثمن الفيزا. ثالث حاجه الحمد لله لقينا مواصله بلوشي مع صديقنا واخوه هنا. صحيح لما يقول لك ويلكم تو ذا فريندلي ايلاندز او مرحبا بكم في الجزر الصديقه، لا بجد يا جماعه انا من اول لحظه دخلت الدوله الناس ادونا الفيزا ببلاش، الناس دخلونا رحبوا بينا واحنا معناش فيزا اصلا. راجل جه من لا شيء كده، جه زي سبحان الله كأنه طلع من المصباح السحري بيقول لنا تعالى اوصلكم ببلاش للمكان اللي انتوا عايزينه. عرفنا على عيلته وقعدنا معاه في عربيته واخد حاجاته، يعني اكنه راجل يعرفنا من سنين وكانه هو اللي مستنينا مع انه ما كانش حد مستنينا. اخدونا زي ما انتم شايفين كده في جوله في المدينه عشان نوصل لوسط المدينه او وسط الجزيره العاصمه. تلاقوا دي البيوت بتاعتها، شايفين اشكال البيوت عامله ازاي، كل واحد بيبقى عنده بيت كبير بيبقى فيه جنينه. وهتلاقوا دلوقتي في المدارس، هتلاقي دي مدرسه وهنشوف بعديها مدرسة تانية، كانت دي المدرسة الثانوية اللي عدت، دي مدرسة برضو من المدارس الكبيرة من أول حضانة لغاية ثانوية عامة. طبعا ما عندهمش هناك أو يعني الثانوية. دي مدرسة تانية، هنلاقي بعديها في مدرسة تالتة، هنلاقي في بيت جوه، شايفين البيوت كل بيت قدامه جزيرة، قدامه قصدي جنينة كبيرة جدا. الناس هنا بتلعب رجبي، عندهم اللعبة ما بيحبوش يلعبوا الكورة بيلعبوا رجبي، لأن الرجبي عندهم هي اللعبة الرائعة اللي الناس كلها بتعشقها عشق. الشعب طيب جدا، شعب على الفطرة، شعب بجد غير معقد تماما، لسه الدنيا ما لوثتوش، يعني لسه بجد ما اتلوثي. الراجل كلم لنا كمان واحد صاحبه عشان يستضيفنا عنده في بيته ببلاش مدة اللي احنا قاعدينها. تونجا فيها 8 جامعات، 8 جامعات بجد اليوم ترتيب كويس جدا في دول المحيط الهادي، منهم الواحدة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. انتوا شايفينها دي اكبر جامعة في تونجا. جماعة احنا مش في رمسيس واحنا مش في العتبة، ولكن احنا هنا في تونجا. حجاجوفيتش زي ما انتم شايفين كده. ممكن نقول بقى عتبة 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 عتبة، رمسيس رمسيس رمسيس. ايوه الأجرة ورا لو سمحتي. ايوه الأجرة 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 2 جنيه 2 جنيه بس مبسوطين قوي. الأجرة يا رجالة ما رضوش يدونا الأجرة. ماشي هنعديكم المرة دي. النور منور يعني. هنعديكم المرة دي مفيش أجرة. ها دي بدايتها كده في تونجا يا رجاله، ربنا ييسر حاله. معانا السيده الفاضله بتسوق هنا. يا رجاله اي خدمه يا رجاله اي خدمه. The first Egyptian here in Tonga, you have to make it free of charge, man. Yeah. And then you can come to Egypt. Wow, we should take you to the king. Yeah, he told me that the king on Sunday go to the church. Maybe you can meet him. Yeah, you can meet the king at church. Yeah, the church is just beside us. احنا يا جماعه اول مصريين في تونجا. المستشفى الرسمي هنا في تونجا يا جماعه. شوف. Sorry. ايه رايكم بقى؟ ما تقوليش بقى مستشفى شبرا الخيمه او مستشفى سمبلاوين، هنا مستشفى تونجا التخصصي العالمي الدولي. الناس هنا بجد شالتنا فوق دماغهم لما عرفوا ان احنا مصريين، وبالذات لما عرفوا ان انا اول مصري اوصل بلدهم. الراجل اللي موصلنا ده كمان
ليه علاقات كويسه جدا، وزي ما قال قدامكم من شويه ان هو بيقترح ان احنا كمان نقابل الملك بتاعهم، لان الملك بيقول لك بتاعهم بيرحب بالاجانب عنده في بلاده، وبيرحب بكل حد ممكن يطور في بلاده مهما اذا كان. فهنحاول ان شاء الله خلال السفريه، وهنشوف مع بعض هل هنوصل ان احنا نقابل الملك، ولا هنقابل ولي العهد، ولا هنعمل حاجات كتيره جدا. المهم اتفرجوا على المدينه، على الدوله، على السوبر ماركتس، على المدارس، على المولات. يعني دوله بجد فيها، ويبقى دي بنك اهو قدامنا، دوله خام فيها فرص كتيره جدا 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 للي مخه عايز يعمل بيزنس ويعيش في سلام. اللي مش عارف، ده الشارع الرئيسي بتاع تونجا يا جماعه، ده الشارع الرئيسي كده. ده يعني زي ما انتم شايفين عيله تونجيه معانا، واكبر بار في تونجا هنا زي ما انتم شايفين. واحنا هنا في الشارع الرئيسي، ده الشارع صلاح سالم يا رجاله، ده الشارع الكورنيش في اسكندريه، ده شارع اكبر شارع في تونجا. احنا لسه هنشوف العجب ان شاء الله. You can come here tonight if you want. التعليم في تونجا من حضانة الجامعة مجاني للشعب التونجي وكل الناس اللي معاهم الإقامة الدايمة في تونجا، ودي حاجة بجد رائعة عملها الملك بتاع تونجا للشعب بتاعه. بعد مشوار طويل جدا وصلنا للمكان اللي هنعيش فيه. ده البيت اللي الناس هتستضيفنا فيه، وهنقعد فيه فترة إقامتنا على الجزيرة العاصمة هنا في تونجا قبل ما نروح لجزر تانية ونزورها. بجد حاجة جامدة جدا إن الشعب يقوم معاك بكل الواجب الرائع ده. استقبال التونجيين لينا في تونجا بالجوز الهند. فاكرين المغول استقبلونا باللحم الحصنة، بلاد كتيرة جدا تانية استقبلتنا بحاجات تانية كتيرة. المرة دي يا جماعة احنا في تونجا استقبلونا بجوز الهند. كان لازم قدام الضيافة الجميلة دي نديهم هدية بسيطة من أم الدنيا مصر. What are those ones? This is all Egyptian words. I don't know Okay, it. yeah. And we speak Arabic now. We don't speak Yes, any other yes. any pharaonic. Yes. You know. So I would love to write something. But what's the thing you want me to write? You know, you want me to get it to your family or to get it to yourself or what exactly? You can write my name on it. So, can you just tell me your name? Yeah. It's M for Mary. No, just say it. Mote. Motti. So this is. Motti. So you write it from your right to left, is that? Absolutely. This is Motti. In my language. So I will say it to. سيوة. لسه واصلين تونجا، قابلنا عمتنا كاثرين كريستي وقابلنا عمنا بيل. Your name is Bill, huh? Look to the camera man. أول واحد يدينا هدية هنا في تونجا كان ألفريد. اسمه عادي يا جماعة، ألفريد. ادانا وأنا ماشي ببص لقيت حاجة غريبة جدا. هاي. لقيت حاجة مكتوب عليها ميد ان تونجا. ميد ان تونجا يا جماعة. ده عبارة عن بطاطا. هاي. ده عبارة عن بطاطا وموز و what does it contain? Chips, taro, banana. Yeah. So this is potato, sweet potato, Sweet potato, yes. banana, Yes, banana. and then Taro. 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 Root cooked. Is it good, man? Yeah, yeah. Yeah, I love it. This is the first present to take here in Tonga. Bon appetit. Bon appetit. كمان بيتكلم فرنساوي يا جماعة. عمنا ألفريد مظبط الدنيا. ده بطاطس. This is really chips, huh? Mm-hmm. Tasty. كان لازم نسأله إنه يعلمنا شوية تونجي. Yes.
How can I say my name is Ahmed in Tongan? Kohoku hingoa ko Ahmed. I can't hear it again. Kohoku hingoa ko... Kohoko Hinwa Yeah. Spot on. Ahmed. Kohoko Hinwa Ahmed. Say it louder. What's Kohoko Hinwa ke? Kohoku hingoa ko Alfred. Kohoko Hinwa Ahmed. Kohoku hingoa ko Alfred. Kohoko Hinwa Hagagovic. Say it again, man. Kohoku hingoa ko Alfred. Kohoko Hinwa Hagagovic. Another. You forget how to say Tongan. Say it, man. There you go. Kohoku hingoa ko Alfred. كوهوكو هنوا هجاجوفيتش يعني انا اسمي هجاجوفيتش. Hello. كوهوكو هنوا ايه؟ تعال. Thomas. كوهوكو هنوا كيه؟ سي كوهوكو هنوا توماس. معلش يا جماعه طلع من بره الفيلم. What else we can say in Tongan? Ifo. 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 That means yum. Yummy. Yum. Ifo. كوهوكو هنوا احمد. Ifo. Ifo. What else? Awesome means Awesome. Tika. dika. Tika. قشطه يعني تيكا. Tika. تيكا. Tika. تيكا تيكا في المستيكا. So تيكا Yes. means awesome. Awesome. So Tonga Tika. Tika. Tonga Tika tika. Tika Tika. Stay there. تونجا تيكا تيكا يعني بلغتنا بقى مصر تيكا تيكا يعني مصر 100 100 والله ينور عليها بالتونجي. أول مصري يجي تونجا رجالة ناس تحتفل بيا في الشوارع. أول مصري في بلادهم هنا. الحمد لله الحمد لله الناس كلها في المدينة بقت عارفانا. المصري الوحيد اللي جه بلدهم تونجا. واحتمال ان شاء الله يا رب ندعي ربنا ان احنا نقابل الملك ان شاء الله. ندعي ربنا. And we're the first sunrise in the world. The first sunrise. Yes. أول شروق للشمس في العالم كله هنا في This تونجا. one is supposed to say The first. Yes. And this is the first Yeah, first New one. Year. Yeah, first New Year. وأول in New the Year's world. في العالم كلها هنا. You know how to say come in Tonga? Come. Do you know when the 2,000 millennium? They all coming to Tonga. TV and some coming to Tonga because they are Because it's the first. the first. واو مان. أول ألفية أول احتفالية بالألفية سنة 2000 كانت هنا في تونجا كل وكالات الأنباء العالمية جت هنا عشان خاطر تصور أول بداية سنة أو بداية قرن جديد في العالم كله. السياحة كلها في تونجا يا جماعة. دي يعني السياحة كلها في تونجا هنا يا جماعة بنوريها لكم لحظة بلحظة. بيت رئيس الوزراء هنا في تونجا. واحنا راجعين بيتنا لقينا العربية اللي قدامكم دي ماشية في الشارع ولقينا وراها 2 حراس ماشيين على موتوسيكلات. سألنا ده مين؟ قال لك ده ولي العهد التونجي ابن ملك تونجا واخد صحابه وبيلفلف بيهم حوالين المدينة. يا ترى هنقابله مش هنقابله؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية بإذن الله. اشوفكم على خير بإذن الله في حلقات تانية كتيرة جدا. أحمد حجاجوفيتش. سلام.